السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبيب قلبي؟ متابعيني عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، بحبكم جدا جدا. وبشكر كل الناس اللي انضمت لقناتي الجديدة، كل من حط لي لايك وكومنت جميل. بشكركم من كل قلب، بحبكم جدا في الله. اتمنى منكم يا جماعه ان انتوا ما تنسوش الاشتراك اللي لسه ما اشتركش، ويحط لايك اللي لسه ما حطش اللايك. يا رب انصرهم في فلسطين، وانصرهم في السودان، واصلح حال كل الدول العربيه، واحفظ مصر جيشها واهلها. اللهم امين يا رب العالمين. حبايب قلبي، النهارده بقى هعمل معاكم فيديو جامد جامد جامد، بس عايزه اقول لكم ان حصل بقى حاجه. انا نفسي اتفاجئت زيكم قسما بالله. ايه يا شير اللي حصل؟ انا اولا بعتذر لكم على الاضاءه، والله العظيم بعتذر لكم بجد على الاضاءه. طب الإضاءة دي يا جماعة لعيب من التليفون ولا عيب مني؟ المشكلة ان انا عندي اللمبة كبيرة، فعشان تبقى عاملة إضاءة حلوة في المطبخ جايباها كبيرة ما شاء الله، فنازلة كده من السقف فضربة في الكاميرا بتاعة التليفون. فهو ده اللي مخلي المنظر اللي انتوا شايفينه ده. لكن والله 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 ما في عيب في اي حاجة. انا كل مشكلة ان اللمبة ضربة في التليفون. عارفين لما هاجي اغير الوقفة دلوقتي واروح اتجاه تاني، هتبصوا تلاقي الصورة بقت مراية قدامكم، وهتلاقوا ما شاء الله يعني بإذن الله. فبالله عليكم هتخضوا طبعا. انا عارفة ان تحس ان الصورة مغيمة كده، يعني انا كشيرين لما بتفرج، لا طبعا انا ما احبش الصورة دي. فعشان كده اتكلمت مع ابو احمد، وان شاء الله باذن الله نشوف الموضوع ده، نشوف كهربائي كده يجي يغير لنا الايه، كهرباء. انا بس مشغولة بامتحانات ولادي، حبيبة بتمتحن، ونور لسه هتمتحن اخر الشهر، واحمد ثانوية يوم عامة. 20/5 و24/5. 24/5 بتقول لكم هتمتحن، ويوم 20 هتمتحن دين، صح يا نورا؟ شفتوا بقى؟ من 24 لحد 27 بقية المواد. وطبعا حبيبة بتمتحن دلوقتي يا جماعة تانية ثانوي، واحمد ان شاء الله ثانويه عامه باذن الله، ربنا ينجحه وكل اللي زيه، يا رب نجح كل ولادنا على مستوى العالم كله، يا رب يا رب ما تضيع لنا فيهم تعب. انت اللي عالم بحالنا وغني عن سؤالنا يا رب، اللهم امين. فطبعا ده يا جماعه اللي شاغلني جدا، فبس انا مستنيه بس الدنيا تظبط كده ان شاء الله باذن الله، واشوف موضوع اللمبه واشوف كهربائي يعني يجي يظبط لنا الدنيا. دي بقى الكبه يا جماعه اللي كانت جايه هديه، تمام؟ في الفيديو اللي فات اللي انتوا كلكم شفتوه، اللي ما شافوش يدخل يشوفه ويحط لي اللايك فضلا منكم وليس امر. دي طبعا الكبه حبايب قلبي اللي كانت جايه ليا هديه. عايزه اقول لكم والله قعدت ادعي للي جابتها لي. عايزه اقول لكم في ناس تقول لك هي بتدعي عشان ما اعرفش، عشان والله العظيم ما عشان اي حاجه ولا عشان كده خالص. انا راضيه بقضاء الله، ويمكن ربنا مش هيش عني حاجه الا لما جاس هي خير ليا، وربنا لما بيقرب مني حاجه برضه عشان هي خير ليا. فالمهم يعني انا دعيت لها لان بصراحه ريحتني. الكبه التانية كانت بتتعبني جدا، وكانت مطلعه عيني، وكانت بصوا بقى يعني، وما كانتش تفرم الفرم اللي انا عايزاه برضه. فالكبه دي بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني خمسة خمسة في عينك يا شيري. والله بجد كل شويه اقعد اكلمهم عنها، الكبه ريحتني الكبه. فعلا والله البني ادم مننا بيفرح باقل حاجه، سبحان الله يا رب. دمها علينا نعمه يا رب، واحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. بتعملي ايه يا شيري؟ انا يا جماعه تقريبا بعشق ان اخدع للمحشي بدهنه. عارفين الدهنه؟ فاحط شويه زيت محترمين كده، وانزل عليهم بمعلقتين الدهنه اللي انتوا شايفينه. لو لاحظتوا هتلاقي شيرين الدهنه فيها انا يا جماعه المره دي مش حاطه الدهنه، مصفياها من السلويات. انا عامله الدهنه مع السلويات الاتنين، وقلت ديت للمحشي، ديت للمحشي. وطبعا كنت بعمل في الحله التانية طبعا التسبيكه بتاعه الرز، بتاعه رز السمك اللي هو الاحمر، خلاص كده. والنهارده بقى هعمل لكم كام حاجه كده باستخدام الكبه، عشان تعرفوا ان مفيش ست بيت تستغنى عن الكبه في بيتها. واللي لسه ما جابتهاش بسرعه يا ست البيت روح هاتي. انا عن نفسي كمان من طموحاتي ان اجيب هاند بلندر. عارفين الهاند بلندر؟ اللي بقى عشان لما اجي اعمل برضو الطماطم وكده، اللي هي خزنه يعني يا جماعه صلصه، يعني اقوم انا اضربها وهي في الحله كده، ما اقعدش بقى اعمل مننا لنا وعك الدنيا. لا الهاند بلندر جميل. ولو عندك عدس برضو بالهاند بلندر، لو فول، بصوا اي حاجه بالهاند بلندر. فبصراحه حاجتين ما يستغناش عنهم اي ست بيت، هاند بلندر والكب، بجد. فربنا يعني يا رب يرزقنا ونجيب الحلو كله. بص يا جماعه، الحمد لله ربنا مش بينسى عباده. ربنا كبير قوي كريم قوي والله العظيم. وهو قال ادعوني استجب لكم. فيعني اذا كنا احنا كل شويه نقول يا رب يا رب يا رب يا رب، يعني ده انتوا يعني من كتر ما بتقولوا لي يا رب،
فانا قلت اما اريح دماغي واديهم اللي هم عايزينه، فاهمني؟ فادعوني استجب لكم، فنقعد نقول يا رب عايزين كذا، يا رب وفق لنا كذا، يا رب ادينا كذا. فربنا كبير وكريم، ما بنساش حد يا جماعة. بس كل ما في الأمر إن الواحد بيستولى شيء عن شيء. فالحمد لله يا جماعة، أنا مش بحب أتكلم في حاجات خاصة بيا، بس الواحد بيبقى في إيديه مبلغ، بتبص تلاقيه في حاجات أولى إنك تروحي تسديها أو تجيبيها أو تعمليها، مش أولى إنك تروحي تجيبي مثلا حاجات في المطبخ، فاهميني إزاي؟ لكن يعني الحمد لله على كل حال. أنا معايا بنوتة عروسة برضو بجهزها يا بنات، عقبال عندكم كلكم. وانتوا عارفين الجهاز في مصر عامل ازاي، فادعوا لنا ربنا يعني. بتعملي ايه يا شيري؟ بص يا جماعه، الملوخيه دي اول ما بنزل بس بقى كده على النار والميه بتغلي، هوب بقوم طافيه على طول، عشان تفضل محتفظه بالخضار بتاعها الجميل اللي انتوا هتشوفوه ده اهو. تمام كده، تمام كده. فبص يا جماعه، انا بجيب الملوخيه اقطفها، وبعدين احطها في ميه بتغلي كده. اول ما الميه ما تغلي انزل بالملوخيه. مفيش ما كملش 30 ثانيه واقوم طافيه الايه، الطافيه على الملوخيه على طول، يعني طافيه البوتاجاز يعني. واقوم في ثواني في ثواني مصفياها، ونازله عليها بميه ساقعه كده اغسلها. ولو عندك ميه ساقعه كمان من التلاجة فاهميني، او تلج، تحطي بقى في الكبه ايه وانت بتفرمي الملوخيه في الكبه. لا يا جماعه بصراحه، بامانه جربوا. لا، سيبك بقى من المخرطه والكلام ده، وجع قلب والله يا جماعة. دلوقتي خلاص يعني. كان زمان محكوم على الناس بحاجة بحكم ان ما كانش فيه تكنولوجيا، وما كانش فيه معدات بتساعد الستات في البيوت وكده. لكن دلوقتي بقت عندك حاجات كتيرة متاحة، فانت تتعبي قلبك ليه وتمسكي مخرطة وتقعدي تخرطي؟ وجع قلب والله العظيم. زي حماتي مثلا بتيجي تعمل التوابل مثلا او البهارات، تقعد مثلا ايه، البهارات دي تقعد بتدقها في الهون. اقول لها يا ماما هون ايه، كبري دماغك، انا عندي مطحنه، هاتي بس وانا اعملهم لك في المطحنه. والله في يوم جيت عملتهم لها ما كملوش 5 دقايق. قالت لي خلصتي؟ قلت لها، قالت لي تصدقني بقعد ساعتين. قلت لها ساعتين ايه بس، وتقعد توجع في ايدك وتقعدي تخبطي وترزعي علشان ايه يعني؟ طب ما انت عندك المطحنه وتطحنه لك في ثواني. والله يا جماعة، فمادام الإنسان عنده الحاجات اللي هي تساعده على إنه ينجز وعلى إنه ما يتعبش، طيب هيتعب نفسه ليه؟ هيتعب نفسه ليه؟ فالكبة زي ما انتم شايفين، بصوا شايفين أصلا الملوخية عاملة ازاي، وجميلة جميلة ولونها جميل، وما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله. طبعا انا عندي كاس اللبن دي ما بقطعهاش من البيت يا جماعه، ولما بتخلص بروح اجيب غيرها. بعمل بقى فيها ايه، بحط الملوخيه كده في اكياس على حسب اكلتي. بس عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله ما شاء الله كانت تقيله جدا. فعايزه اقول لكم ان على حسب اكلتنا كنت اقسم الكيس على 2 كمان. اه والله يا جماعه. ليه بقى؟ لان احنا ما بنحبش الاكل يبات. ما بنحبش يعني، احنا خلاص اتغدينا، طبقين ملوخيه مع المحشي، طبقين ملوخيه مع الرز مثلا والفراخ، خلاص. يعني ما انتهينا بقى. ما هو العشاء في اللي بيتعشى وفي اللي ما بيتعشاش، واخدين بالكم ازاي؟ وبعدين حتى لو اللي بيتعشى بيتعشوا سندوتشات، فاهميني؟ يعني بسكوت وشاي، حاجات كده خفيفة يعني. فطبعا ايه، كل ست بيت عارفة بيتها بتمشي ازاي. كده عملنا ايه، فرمنا البصل، عملنا الصلصة المحشي، وعملنا التسبيكة بتاعة الرز اللي هو الأحمر بتاع السمك بتاع الفيديو اللي فات. تمام. وتاني استخدام للكبة، عملنا الايه، الملوخية وفرمناها وعبيناها في اكياس. وتالت استخدام للكبة، هوريكم بقى دلوقتي دي التتبيلة بتاعة الفراخ اللي انا زعلت جدا من اللي حصل يا جماعة. اللي حصل يا جماعة اني ما عنديش مساحة في التليفون. فانا فكرت ان انا عملت فيديو وظبطته وخلاص واقف على الصوت، فالدنيا تمام. فانا لما همسح بقى المقاطع اللي في التليفون، فخلاص كده انا كده كده معايا فيديو، خلاص يعني مجرد هحط عليه الصوت وانتهينا. اتاري المقاطع بدل انت لسه ما صدرتش الفيديو ولسه ما حطيتش الصوت عليه ولا عملت له تصدير، يعني كده خلاص انتهينا. المقاطع مسحتها من التليفون، يبقى اتمسحت من الفيديو نفسه. كان نفسي اوريكم الفراخ وانا بتبلها، واوريكم وانا بكيسها. دي حبيبه بنتي على فكره، اللي بتقول لي يا ماما خليني اعمل بالكبه اللي كانت هتبقى بتاعتي وانت خدتيه. عادي يا حبيبه، ان شاء الله ربنا يوسع عليا ويرضيني واجيب لك احسن واحسن. دي بقى الرجول يا جماعه اللي عايزه اقول لكم طريقه حلوه قوي في عجاله بسرعه. لو عندك رجول فراخ وعيالك بيحبوها او انت بتحبيها، ما تحرميش نفسك انك تاكليها، عشان انا اتفاجئت ان نور بنتي بتعشقها. تجيب الرجول بتاعه الفراخ وتحط عليها البصلايه 8 قطع، وطماطمايه 8 قطع، وفص ثوم، والبهارات اللي انت بتحبيها كلها، وشويه ملح وفلفل، وسيبيها لمده ربع ساعه. بعد الربع ساعه حبيبه قلبها ونص ساعه، وهي في الحله الالومنيا اللي انت هتسوي فيها او الجرانيت او اي او كسرولة اللي يعجبك، انزلي بمج ميه لو نص كيلو رجول فراخ.
مج مية واحد بس على نار متوسطة، وحطيها على النار. بعد تلت ساعة 25 دقيقة شوفوا الرجول وطعمها، طعم الفراخ المشوية بالظبط. قسما بالله يا جماعة، كلوا بألف هنا ودمتم في رعاية الله، واستودعكم في الله، مع السلامة.